حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. كل عام وانتم بخير. رمضان بكرة بعده ما عادش ايام، الا ايام بسيطة خالص يعني. وكل يوم عايزين حاجة مسكرة فيه. انت عايزة تفطري من هنا تقومي من على الفطار عايزة تحلي بأي حاجة مسكرة. كيس المكرونة ده هنعمل بيه احلى زلابية في الدنيا. هتطلع من بين ايديكي تحفة، ولا هتفرش في الزيت ولا يجرى لها اي حاجة. هتجيبي كيس المكرونة ده هتحطيه في مية مغلية كده وتسيبيه لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة هتكشفيها تلاقيه بالشكل ده كده. ما ترميش منه المية ولا اي حاجة. بعد ما تفرميه في الخلاط بتضربيه في الخلاط، لو لقيت المية كتير شوية ممكن تحط له معلقتين دقيق عادي. هتحطي على النص كيلو مكرونة ده 5 معالق سكر، عشان انا زدت للامانة زدت كمان معلقة، فانا دلوقتي بديك المقادير مظبوطة. 5 معالق سكر و4 معالق نشا و3 معالق خميرة او معلقتين خميرة لو انت مش عايزاها تيجي معاكي بسرعة. ولو عايزة تسيبيها يعني عادي براحتها حطي معلقة واحدة خميرة ومعلقة كبيرة كيك شيف او بيكنج باودر او اللي موجود عندك. واللي انا بحط ده ريح الموز، عندك ريح الموز ماشي هتحطي منه ذرة بسيطة كده. ما عندكيش وعندك فانيليا ماشي برضو، ده او ده ماشي هيمشي معاكي. وهنضربهم في الخلاط كده كله مع بعض. يعني يبقى انا بقلب والخلاط شغال. يعني ايه الخلاط شغال؟ شوفي السمك بتاعه والتقل قد ايه. انا بوريلك التقل علشان لو انت لقيتيها تقيله كده والخلاط مش ماشي، او شفتي الخلاط شغال اهو. هتساعديه بالاسباتيوله بتاعتك كده بس بالراحه خالص، ما تخليش الاسباتيوله توصل للسكينه بتاع الخلاط علشان ما تبهدلكيش لا قدر الله. القوام ده كويس وكويس جدا كمان، بس لسه هنضربه كمان شويه عشان عايزينه ناعم اكتر. احنا كده ضربناه كتير حوالي 10 دقايق. يعني تضربي الخليط ده حوالي 10 دقايق. شفت كيس المكرونة عمل معانا ايه؟ دي هتصبح معانا بعد يعني ايه نسيبها تخمر كده شوية وتقلبي فيها معلقتين دقيق. لو هي بالسم كده تقلبي معلقتين دقيق عادي خالص. وهنسيبها تخمر شوية. تضاعف حجمها بقى قد ايه يا جماعة؟ بألف هنا وصحة على قلوبكم جميعا. بقت عجينة. كيس المكرونة قلب معانا بقدرة قادر ان هي تبقى عجينة. بس هتلاقيها خفيفة خالص في الزلابية. مش هتلاقيها مكتومة من جوه. هتيجي تحطي الشربات بتاعها هتشرب بسرعة من الشربات. مش هتنفش معاكي في الزيت لان مقاديرنا كلها مظبوطة و100%. بالمعلقة كده وهتكوريها زي ما انا بكورها كده. هتعملي قبضة ايدك كده، تمسكي بقبضة ايدك العجينة وتقطعي بالمعلقة وتحطي في الزيت، تقطعي بالمعلقة وتنزلي في الزيت لما تخلصي الكمية كلها بالشكل ده. ودايما لما يكون انت بتعملي زلابية كده ما تخليش تقليبك يكون والعجينة في واحدة كرة جنبها لسه طرية ما تروحيش تقلبيها. استني لما الكرة تعوم كده على وش الزيت وقلبيها. احنا بنحب اللون الاحمر ده يا جماعة. لو انتوا عايزين تخلوها سفري شوية عن كده دي حاجة ترجع لحريتكم الشخصية. بس احنا بنحب اللون ده علشان كده انا مغمقاها شوية. هتنزلي بالشربات بتاعك. لو ما عندكيش شربات زي ما انا عامله كده، انا ده كان موجود عندي. هتحطي كوبايه سكر عليها كوبايه ميه عليها ظرفين فانيلا وعصره ليمونه وتحطها على النار لمده 10 دقايق. هيغلى على نار متوسطه. هتسيبيها في جنب تبرد. وهيبقى ده الشربات اللي هتسقي بيه الزلابيه بتاعتك. خلصت الكميه كلها ورصيتها اهي. اي حاجه بقى عندك ترصيها وتقدميها كده لولادك بألف هنا وصحه يا رب على قلوبكم جميعا يا رب العالمين. حلويات ما خدتش منك وقت ولا مجهود. انت بس حطيتي شوية مية سخنين على كيس المكرونة. اصبح معاكي احلى تحلية في الدنيا. هتفطري بألف هنا وتاكليها انت وعيالك وتقوموا مبسوطين. وحمد وشكر من عند رب العالمين. شفتي كيس المكرونة عمل معانا كمية قد ايه؟ لو انت دي بتشتريها من بره تشتريها بقد ايه؟ بمبلغ طبعا. كل عام وانتم بخير يا رب. ودايما خلي ابتكاراتك كده لولادك في كل حاجة. تكون بتكلفة بسيطة وتطلع بالجمال والشكل الروعة ده. عندك شوية عسل لسه باقيين تضيفوهم عليهم زي ما انا ضفت كده. وتجرنشيها بأي حاجة سواء جوز هند او اي حاجة. واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة. باي.